طيب الله مساءكم أينما كنتم سيداتي سادتي من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. بحث استئناف عملية التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر. حل مشكلة الخدمات الاجتماعية في منطقة القليج. نفير لحماية التربة وحفظ المياه في دعوة قولوس. عشرات القتلى في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر. اتفاقية تعاون بين بكين وطهران على مدى 25 عاما. التوترات التجارية بين دول ميركوسور تعود للواقع. أهلا بكم للتفاصيل. عقد في إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماع بحث التطبيق الكامل لتعليمات التصدي لوباء كورونا مع استئناف التعليم في الأول من أبريل المقبل. بحث الاجتماع الذي جرى في مدينة عصب يوم 25 من مارس بمشاركة مسؤول المؤسسات الحكومية والجبهة بحث الأنشطة المنفذة لمكافحة وباء كورونا ونتائجها، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي يتوجب اتخاذها في الإقليم مع بدء التعليم. وأفاد الاجتماع تجهيز أدوات لقياس درجات الحرارة ومهنيين يتابعون أوضاع الطلاب الصحية وأدوات النظافة وغيرها من المواد المساعدة، إلى جانب الإجراءات المعمول بها لمكافحة الوباء مثل كمامات الفم والأنف والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي في ختام الاجتماع أن بدء التعليم لا يعني انتفاء مخاطر الوباء، وإنما إدراكا لتأثير ابتعاد الطلاب عن التعليم لفترة طويلة، داعيا كافة الجهات الحكومية والجبهة للمساهمة بقوة لإنجاح البرنامج. أعرب سكان همبولكجيج عن ارتياحهم لحل إشكالية الخدمات الاجتماعية لتجمعهم خاصة للحصول على خدمات المياه داخل القرية. وأوضح السكان أن مشروع المياه الذي أرسي قبل 8 سنوات يقدم خدمات مرضية، معربين عن قليل من تعطله لوجوده على ضفاف الخر وانجرافه. وتوجد في ضاحية همبولكجيج التي تضم 8 قرى مؤسسات الصحة والتعليم وسوق، وتشهد كثافة سكانية. أكد سكان دعوة قولوس في مديرية قال نفح العمل بقوة في النفير الذي يقومون به لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح أعضاء الزراعة المشرفون على العمل إنجاز مهام كبيرة بالنفير الذي يساهم في استقرار البيئة، ويشتمل العمل على إصلاح مساقط المياه وبناء المدرجات والحواجز المائية. من ناحية أخرى عقد سيمينار تنويري ل30 من سكان ضحية دار قولوس للحد من أضرار حشرة الأرض على الأشجار، وكان سيمينارا مماثلا قد عقد مسبقا في أبردا. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة أن العمل جاري لتوسيع تنظيم الشباب والطلاب حتى الضواحي. وأوضح مسؤول المديريات أن التأطير يساعد لتنفيذ مهام فاعلة وسريعة من العمل الذي كان يعمل به بالتحرك من المكتب المركزي والإقليم والمديريات. وأفاد فرع الإقليم أن العمل متواصل لتطوير مراكز الشباب في حقات وقلب وإرساء مراكز أخرى، وإقامة أندية شبابية بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي بهدف الارتقاء بقدرات الشباب. السادة والسيدات، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن 32 شخصا قتلوا في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وأن الحادث خلف كذلك عشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 91 آخرين في حادث التصادم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج التي تبعد نحو 450 كيلومتر عن القاهرة جنوبا.
ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا الحادث. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي خروج بعض عربات أحد القطارين عن القضبان وهروع المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات. وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديدية مأساوية، وأكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما لقي 373 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة. وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إيران في زيارة قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنها ستشهد توقيع اتفاقية تعاون على مدى 25 عاما بين البلدين اللتين تواجهان عقوبات اقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية أن وزيري خارجية البلدين قاما بتوقيع برنامج تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، هو برنامج آخر ضمن الزيارة التي تدوم يومين. هذا وفي سياق متصل بذلك أعرب وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو عن رغبة أنقرة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. والتقى شاوش أوغلو نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة أنقرة، وعقدا اجتماعا ثنائيا وآخرا على مستوى الوفود في مبنى وزارة الخارجية التركية. وقال شاوش أوغلو أنه تناول مع نظيره وانغ يي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في الذكرى ال50 لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما. طفت على السطح التوترات بين أعضاء رابطة ميركوسور حول التكامل التجاري للكتلة الجمركية خلال قمة انتقدت فيها أوروغواي والبرازيل اقتراح زيادة انفتاح شركائها. التوتر داخل الكتلة معتاد، لكنه نما في العامين الماضيين مع صعود يسار الوسط في الأرجنتين ووسط يمين في البرازيل وأوروغواي. وفي مواجهة ضغوط من أوروغواي والبرازيل لتخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، رد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز دون اتخاذ إجراءات جزئية. ومع اقتصاد قوي وصناعة تنافسية، تعتزم البرازيل خفض التعريف الخارجية المشتركة وخفض حواجز التجارة الداخلية، كما تسعى دول مثل أوروغواي إلى السماح لبلدان الميركوسور بتوقيع اتفاقيات مستقلة خارج الكتلة. توافد سكان العاصمة اليابانية طوكيو إلى المتنزهات والمعابد والأضرحة وكذلك إلى ضفاف الأنهار للاستمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان رغم محاولات السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء. ويشكل موسم تأمل الزهور في العادة مناسبة يتنزه خلالها اليابانيون ضمن مجموعات تحت ظلال الأشجار التي تندرج ألوان أزهارها من الأبيض إلى الوردي. وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ التي كانت ما تزال سارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، فقد طلب حاكم العاصمة يوريكي كويكي من السكان تجنب التواجد تحت أشجار الكرز. وكما في العام الماضي ألقيت حفلات هنامي بسبب فيروس كورونا، وأصبحت مناطق التنزه محاطة بلافتات تدعو إلى تجنب التجمعات. بهذا وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.